يقف على الكرة اللاعب يا فوزي. يا فوزي في مكان جميل، تسديدة يا سلام، هدف جميل جدا لمصلحة المنتخب الجزائري. الجزائر العسكري يتقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعب اللي فاجأ الجميع في الكرة الماضية، أعتقد بأنه دراوي زكريا. بالفعل اللاعب يسجل هدف اللي هو حراك شمس الدين. حراك شمس الدين يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة تماما ليضع الجماهير الجزائرية ويتركها أيضا تغني أغنيتها الشهيرة 1 2 3 فيفا الجيري. هدف أول جميل لمصلحة المنتخب الجزائري العسكري عن طريق اللاعب حراك شمس الدين في الدقيقة 13 من زمن الشوط الأول. هدف جميل بالفعل في صفوف هذا المنتخب. تقدم مرور، انطلاق الآن جزائرية تزال مستمرة، خطيرة مستمرة، جول ثاني الأهداف للمنتخب الجزائري، ثاني الأهداف لمصلحة المنتخب الجزائري عن طريق اللاعب مزيان عبد الرحمن. مزيان يا مزيان يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري ويجعل الجماهير تغني 1 2 3 فيفا الجيري. الهدف الثاني للمنتخب الجزائري ياتي عن طريق اللاعب مزيان عبد الرحمن، اللاعب اللي واضح الصورة واللي قاتل على الكرة الماضية داخل المنطقة واستطاع كذلك أن ياخذ الكرة من المدافع. شوف الكرة الماضية سقطت خلف المدافعين، أخذها مزيان، حاول فيها، قاتل على الكرة الماضية، حاول إبعادها لاعب المنتخب الكوري، ولكن بكل فدائية وبكل روح وإصرار أخذ الكرة الماضية اللاعب مزيان عبد الرحمن وسجل بطريقة رائعة تماما ثاني أهداف المنتخب الجزائري في هذا اللقاء. 2 الجزائر 1 كوريا الشمالية. شوف الكرة وشوف كيف مر فيها اللاعب مزيان بطريقة مزيانة فعلا.